تحصر حارس شباب بلوزداد عز الدين دوخة على الأحكام المسبقة التي طالت فريقه بمجرد السقوط في لقاء الإياب أمام المريخ السوداني، منوها أن اللاعبين لم يفقدوا الأمل وعازمون على التدارك. احنا كلاعبين نظن انه الشيء المهم والاهم في المباريات هذا انه معنويا احنا اللاعبين نكونوا ممتازين. احنا بعد ما خسرنا في اللقاء الذهاب من المريخ السوداني حسينا ماشي في المجموعه، لكن نقول انه بعض الاعلاميين كانوا يتكلموا انه كان خساره قاسيه وكان ناقصين. لا بالعكس، احنا لاعبين تركيزنا كان في المباراه هذيك، وباقي 3 جولات ماناش فاقدين الامل. اكيد راح نقدموا كل ما بوسعنا باش نتاهلوا باش نفوزوا بالمباراه هذه. تخيل انه الزمالك نظن عنده نقطه واحده وما فقدش الامل وراح يكمل اخر مباراه. احنا عندنا 3 نقاط، اكيد راح نكمل اخر مباراه واخر دقيقه من المجموعه هذه. راح نسعى ان شاء الله باش نحصدوا النقاط اللي تعطينا تاشيره التاهل للدور الثاني.